السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على كل إخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل وأطهر وأنقى الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. طبعا النهارده الفيديو من عند الفراخ البيضاء، والنهارده عمر الفراخ البيضاء بالظبط 40 يوم. عمر الفراخ البيضاء النهارده 40 يوم. الوقت اللي احنا المفروض كنا بنذبح فيه، الوقت اللي احنا المفروض بنبقى نهينا الدوره فيه وبنخرج فراخنا فيه وبنذبح فيه. بس انا زي ما قلت لكم بقول تاني، على لعل وعسى حد دخل القناه جديد يعرف انا هقعد الفراخ 5 ايام ان شاء الله كمان. يعني ان شاء الله بامر الله على يوم السبت الجاي الفراخ دي هتتم معايا 45 يوم هذبح فيه الفراخ. النهارده انا بصور لكم الفيديو ده يوم الاثنين، عمر الفراخ 40 يوم، بينزل لكم الثلاث، لكن هي هتتم بالظبط يوم السبت 40 يوم. اليوم اللي هنخرج 45 يوم، عفوا يوم السبت الجاي يتم 45 يوم، اليوم اللي احنا هنخرج فيه الفراخ ان شاء الله نذبحها. وبرضه طب انت قعدتي 5 ايام ليه يا ام مصطفى؟ طبعا بقول تاني للناس اللي داخله القناه جديد، انا لسه بدري على رمضان، فانا زودت 5 ايام من عندي عشان ازود الوزن يا جماعه ويشيل اكتر من كده كمان. 5 ايام دول يعني فيهم شكاره علف 25 كيلو، تفرق كتير مع الفراخ. والوزن ممكن الفرخه معانا ان شاء الله بامر الله، كله بامر الله وبمشيئه ربنا. ممكن الفرخه معانا في خلال ال5 ايام دي تبقى 4 كيلو وتعدي. فاحنا كله على الله، احنا بنقول ان شاء الله، بنقدم المشيئه، تسهيل حسب ربنا، التسهيل دي بتاعت ربنا. المهم النهارده 40 يوم، وطبعا انا متعوده كل 5 ايام بوزن لكم وزن الفراخ. النهارده هنوزن عمر 40 يوم ونشوف وزن عمر ال 40 يوم، الناس بقى اللي ماشيه معايا واللي هتتبع العمر ده. ولو حد عايز يقعد عايز يذبح هو حر، ماشي. فاحنا هنوزن النهارده عمر 40 يوم ونشوف الوزن معانا عامل ايه. طبعا السقايات مفيش خالص، خلصت دي اهي خلصانه ودي خلصانه. وطبعا هنبيت على اللهم صل على النبي، زي ما انتم عارفين هنبيت على خميره، هنبيت على خميره فوريه. الصبح انا كنت حاطه عسل وخل، بالليل ببيت على خميره. طبعا انا مهتميه بالحاجات دي اليومين دول، لاني خلاص كلها 4-5 ايام ونذبح. بتزود الوزن يا جماعه، الحاجات دي كلها بتفتح شهيه وبتزود الوزن. وطبعا زي ما قلنا قبل كده الخل مضاد سموم، ماشي. مضاد سموم ازاي يا ام مصطفى؟ يعني هو طبعا احنا مضادات السموم بنمنعها من عمر 30 يوم. هي زي ما قلت لكم قبل كده وبنقول تاني، الشيح والحلبه، عشان ال3 حاجات دول بيمرروا لحم الفراخ. بنحط بديل لمضاد السموم بقى عشان العلف بيبقى فيه سموم؟ الخل بنحطه بقى كمضاد سموم بديل له بقى، بس بقى له فوائد كتير. من لما مضاد سموم، ومن لما كذا لما بيشيل الكتل اللي في الدم، بيشيل كتل الدم اللي في الكبده، وبيشيل عروق الدم اللي في اللحم. بيمتص العروق الدم، لو في عروق دم في لحم الفراخ بيمتصها، في كتل دم في الكبده بيمتصها. يعني الخل له 3 فوائد للفراخ، ماشي. المهم مفيش ميه، العلف يعتبر مفيش، يعتبر برضو بودره اللي قدامنا دي خلصان. انا لما بخش الاقي الحاجه خلصانه ببقى فرحان. وطبعا زي ما قلت لكم امبارح لما عملت الخلطه معاكم وسبتها، والله من امبارح وحطيت شويه الصبح، والله العظيم لسه دوم هحطهم الليله دي، ماشي. الاول بس قبل ما نوزن نبص على الفضلات اهو، اعزكم الله. طبعا واي حاجه كده دي اهي، اعزكم الله، دي الفضلات بتاع العمر ال 40 يوم اهي. دي الطبيعي. الناس اللي عايزه تعرف الحمام الطبيعي بتاع الفراخ وتطمن، هتبص تلاقي الحمام زي اللون ده، اعرف ان انت كده عندك الفراخ الحمام بتاعها طبيعي اهو. بس طبعا بيبقى نازل نصه تحت في الارضيه، كويس ان احنا بنعرف نشوف حاجه. طبعا دي الحمام يا جماعه الطبيعي للفراخ. بعد يمكن نلاقي حاجه بس برضو مش باينه قوي اهي. المهم حاجه اهي كويسه برضو، مش باينه قوي، بس احنا شفنا حاجه. نبص تاني كده اهو، حمام اهو برضو اهو. المهم دي الطبيعي يا جماعه بتاع الفراخ، لغايه اما نخرج الفراخ، وهفضل اوريكم الحمام لغايه اما نذبح الفراخ، لان قلنا الحمام مهم جدا جدا جدا. ولسه فرخه حالا برضو اعزكم الله، قومي كده اهي، لسه فرخه برضو حالا ماشي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشيل العلافات ونشيل السقايات
وقبل ما نحط العلف وقبل ما نحط الميه نوزن بس الاول ميزان الايه، ميزان ال 40 يوم، نشوف الوزن معانا النهارده عامل ايه. طبعا زي ما انتم شايفين احنا جبنا الميزان اهو اتشفر اهو، وهنوزن. الناس اللي بتركز على الديوك اللي هي وديوك يا جماعه اللي هي وشها احمر دي ديك، واللي نايمه دي ديك. الناس اللي بتركز على الايه، على الديوك ويكون معاها بيكون عندها او صاحب القناه او صاحب قناه يكون عنده فراخ وبيوزن للمتابعين، بيجيب 3 4 ديوك يوزنهم وشكرا. لا احنا بنجيب ديوك وبنجيب فراخ وبنتعمد نجيب موازين صغيره وبنتعمد نجيب فرخه صغيره عندنا او فرختين نوزنهم عشان نطمن قلب المتابع ان في فراخ برضو صغيره وفي فراخ كبيره. مش نجيب فرختين 3 او ديكين 3 نستثقلهم ونقول يا هنا يا هناك، لا كله وزنوا كل الاحجام. انت قاعده بتوزني وزني فرخه مع ديك مع صغير مع كبير مع كله عشان المتابع يطمن، ما يقولش اشمعنى ام مصطفى طب ما انا بعمل زيها، طب ما انا ماشيه معاها طول الدوره، هي زياده عني ايه لما فراخها كلها 4 ولا 3؟ لا يا حبيبتي لازم نطمن قلب المتابع. ام مصطفى عندها برضو الكبير والصغير والوسط والفرخه والديك وكله، وانا معاكم هوزن كل الاحجام مش كل الفراخ، لا هوزن لكم الاحجام الكبيره والوسط والاحجام الصغيره خالص عشان يبقى زي ما عندي زي ما عندك. مش انا اجيب لك فرختين 3 وتقال اوزنهم واقول لكم الوزن اهو واقوم، لا. صلوا على النبي والميزان اتشفر اهو، وهنوزن مع بعض عمر 40 يوم بما يرضي الله. اللهم صل على النبي. اول فرخه معانا اهي على الميزان 2 كيلو 900 نقول و70 جرام اهي، 2 كيلو 970 جرام، يعني فاضل 30 جرام كمان وتبقى 3 كيلو. 2 كيلو 970 جرام الفرخه اللي نزلت دي. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. اللي نامت على الميزان دي زي ما انتوا شايفين اهو 3 كيلو 65 جرام. اللي نايمه على الميزان دي يا جماعه اهي 3 كيلو 65 جرام اهو، 3 كيلو 65 جرام. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله، اللهم صل عليك يا نبي. 3 كيلو 460 جرام فرخه يا جماعه زي ما انتوا شايفين، بعمل لكم زوم اهو 3 كيلو 460 جرام. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. 3 كيلو 460 جرام. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي. 2 كيلو 970 جرام. وزننا اختها قبل كده دي 2 كيلو 970 جرام اهي. اللهم صل عليك يا نبي. 2 كيلو 970 جرام زي ما انتوا شايفين اهو. 2 كيلو 885 جرام. 2 كيلو 885 جرام يعني داخله على 2 كيلو 900 جرام. 3 كيلو 65 جرام اهو. الفرخه دي اهي 3 كيلو 65 جرام. بصوا بقى انا اتعمدت اجيب الفرخه دي 2 كيلو 605 جرام اهو. فرخه هنا اتعمدت اقوم اجيبها 2 كيلو 605 جرام. 2 كيلو 605 جرام. الفرختين بقى الناس اللي هتسالني، الناس اللي هي متابعه معايا صح، الفرختين اللي انا وزناهم في عمر 35 يوم كانت كيلو ونص، الاثنين كانت كل واحده كيلو ونص. دوم انا من قيمه 3 ايام خدتهم شويتهم وعملت عليهم شويه رز وشويه سلطه. يعني انا خدتهم بس انا استصغرت دي، قمت اتعمدت ان انا اجيبها لكم عشان اوزنها لكم. بصوا بقى انا وزنت لكم ثلاثات داخله، واحده داخله 3 ونص وثلاثات وشويه و2 900 وشويه و2. اتعمدت اقوم اجيب لكم الفرخه اللي هي 2 605 دي عشان برضو نطمن قلب الناس. وهنكمل وزن برضو، يعني احنا لسه هنكمل وزن. حاجه جت في ايدي برضو صغيره اوزنها لكم، بس عايزه اقول لكم ان بسم الله ما شاء الله اكتريه الوزن تقيل، اكتريه الوزن اللي عندي كله بسم الله ما شاء الله كله زي بعضه تقيل. برضو هنوزن قد فرختين 3 كمان ونشوف برضو الوزن. 2 كيلو و500 جرام اهي. بصوا برضو اتعمدت برضو استصغر واحده اجيبها لكم اهي 2 كيلو ونص. هنقول 2 كيلو ونص، 2 كيلو ونص بالظبط، زي ده 5 جرام 10 جرام مش مشكله، المهم هي 2 كيلو ونص. برضو اتعمدت اقوم اجيبها لكم. بصوا بقى دي اهو 3 كيلو 350 جرام، معدي ال 3 كيلو وربع ب 100 جرام اهو. 3 كيلو 350 جرام بسم الله ما شاء الله. 3 كيلو 500 جرام بالظبط اهي. 3 كيلو و500 جرام بالظبط. اللهم صل على النبي. 3 كيلو ونص عمر 40 يوم اهو. 3 كيلو ونص اهي.
3 كيلو اللهم صل على النبي و500 جرام اهي يا جماعه. الصلاه على سيدنا محمد. وزن بسم الله ما شاء الله. اغلبيه الفراخ اللهم بارك اللهم صل على النبي زي ما انتم شايفين كده. دي فرخه اهي زي ما انتم شايفين اهي 3 كيلو 135 جرام. فرخه دي اهي 3 كيلو 135 جرام. دي فرخه يا جماعه بصوا، دي فرخه هي باينه اهي ماشي. يعني عشان الناس ما تقولش انت بتوزني ديوك، ما عنديش انا الكلام ده. فراخ ديوك اللي قدامي انا بوزنه، بس انا بتعمد اجيب الفراخ ليه؟ عشان زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو كده، في ناس بتركز على ديكين 3 وتوزن للمتابع وخلاص. ودي فرخه كمان اهي 3 كيلو و60 جرام. 3 كيلو و60 جرام. فرخه كمان اهي 300 اللي نط دي 340 جرام. 3 كيلو 340 جرام. دي فرخه اهي 2 كيلو 750 جرام. 2 كيلو 750 جرام فرخه اهي. يعني 3 كيلو زي ما انتم شايفين كده الا ربع. 2 كيلو 750 جرام يعني 3 كيلو الا ربع. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم انا وزنت لكم بقى اغلبيه الفراخ كلها، يعني وزنت لكم يعني فراخ كتير مش 2 ولا 3 بس. وعايزه اقول لكم الفراخ حتى لو الفراخ حتى اللي هي الوراور دي مش وحشه، موازينها ممتازه جدا. وزنت لكم يعني كان عندي فرختين 2 ونص 2 600 وشويه وزنتهم لكم، يعتبروا اصغر فرختين عندي. يعني عقبال ما يجي حتى نذبح هيكون اللهم بارك عدوا 3 كيلو. الفراخ ان شاء الله بامر الله بعون الله لما نيجي نذبح على 45 يوم هيبقى معايا 4 ان شاء الله. يعني 5 ايام كمان بامر الله وهيبقى معايا 4 فرخه ان شاء الله 4 كيلو. انتوا شايفين الفراخ الاغلبيه 3 وربع 3 ونص، فاكيد يعني بامر الله بعون ربنا هيقفلوا معانا ال4. وعايزه اقول لكم اليوم اللي انا بذبح فيه اللي هو يوم ال40 اللي انا متعوده اذبح فيه ما بكملش اليوم، باخد الفراخ الصبح اذبحها لما كنت بذبح معاكم قبل كده. حتى برضو اليوم اللي انا هذبح فيه اللي هو بتاع ال45 بخرج فراخ الساعه 7 الصبح، ما بيكملش اصلا اليوم ولا الليل ولا نهار. يعني الفراخ بتعتبر بتتذبح على 39 يوم وبتتذبح على 44 يوم، ما بنكملش اليوم اللي هو ال40 او ال45. فهمتوني؟ فالوزن بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. ماشي يا حبايبي صلوا على النبي بقى. هنحط العلف، طبعا العلف على سن الفول، وهنحط خميره فوريه على الميه. طبعا احنا اول حاجه عملناها ملينا العلافات ال4 علافات اهو. فضينا القروانه كلها اللي كان في القروانه كلهم، لسه الشكاره هنحط منها بقى هي اللي فاضله. على حسب ما تخلص هنذبح، بس برضه هنذبح في ميعاد ما احنا قلنا عشان قعد الفراخ زياده عن 45 يوم. عايزه اقول لكم بقى سن الفول فرق كتير مع الفراخ. سن الفول خلى فعلا الفراخ عجول. فعلا المثل دي ينطبق على سن الفول. والله سن الفول خلى الفراخ زي العجول. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. سن الفول يا جماعه فرق كتير برضو في الفراخ، لان كان في عندي يعني بعض الفراخ كده، بعض الفراخ كان الوزن بتاعهم ضعيف، كانت تنات واتنينات وربع بسم الله ما شاء الله. يعني لما انا حطيت سن الفول فرق كتير بجد 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 فرق كتير. طبعا اللي بيساعد مع الحاجات دي ايه؟ الخميره بتزود الوزن، العسل بيزود الوزن، في حاجات بتكمل بعضها يا جماعه. بس طبعا سن الفول بروتينه عالي وبيزود الوزن يا جماعه بطريقه رهيبه. يعني الكيلو من سن الفول او ال2 كيلو من سن الفول يسووا شكاره علف. طبعا اغلى من العلف وبروتينه اعلى، البروتين بتاعه اعلى من العلف. بس لازم يا جماعه سن الفول ده تحطوه من عمر 30 يوم. لازم تبقى الفراخ عندها 30 يوم عشان الناس اللي دخلت القناه جديد تحطوه من عمر 30 يوم. و100 جرام بس على الكيلو العلف. 100 جرام سن فول على الكيلو العلف، ومره واحده في اليوم. ويكون يستحسن تكون بالليل، تحطوا سن الفول بالليل على العلف، يستحسن بالليل لان بالنهار ساعات الجو بيبقى يعني دافي شويه وسن الفول حامي عايز تهويه، فطبعا بالليل بيبقى الجو ساقع، فالافضل تحطوه بالليل. طبعا زي ما انتم شفتوا دخلنا الخميره الفوريه على الميه، حطينا في كل سقايه كيس اهي، يعني حوالي كيس من اللي احنا بنحطه. يعني الكيس دي يا جماعه بيبقى فيه معلقتين 3 من المعالق الكبيره. الناس بقى اللي بتجيب اكياس، لكن انت لو جايبه، لو انا عندي خميره فوريه بحط معلقتين برده 3 نفس المقدار، نفس المقدار. حطينا العلف، حطينا الميه، بسم الله ما شاء الله اهو بيتوا على الخميره
الصبح الناس بقى اللي قربت تذبح زي كده بيتوا على خميره، بيتوا على سن فول، على علف. الصبح هتحطوا علف بس، على خل وعسل على الميه. الصبح هتحطوا اول النهار ما يطلع علف بس من غير سن الفول وعسل وخل على الميه. بالليل خميره فوريه على الميه وسن فول على العلف. ماشي يا حبايبي؟ دي بقى وزن ال 40 يوم. ده الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب اكون قدمت لكم حاجه تستفادوا منها واكون عند حسن ظنكم. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. بس بالله عليكم يهمني رايكم في التعليقات على الوزن، تقولوا لي الوزن عامل ايه، رايكم يهمني. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو ما ننساش في اللايك والاشتراك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.